السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين. وحشتوني كتير كتير. أنا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة يا أصحابي. يا ترى إيه هي الحكاية؟ حكاية رؤى الشطورة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. شاطرين يا حبايبي. كل اللي قال عليه الصلاة والسلام شطور. يلا كلكم قولوا عليه الصلاة والسلام. كان في بنت صغيرة كان اسمها رؤى. كانت رؤى بتحب بابا وماما كتير، وكانت بتسمع الكلام، وكانت عيلتها كلها بتحبها علشان خاطر أي حاجة كانوا بيطلبوها منها يا حبايبي كانت بتساعدهم وتعملها لهم. أول ما تصحى من النوم رؤى كانت بتدخل الحمام وتغسل وشها وتغسل كمان سنانها بالفرشة والمعجون، وبعد كده تخرج وتبوس بابا وماما وتصبح عليهم. وبعدين يا حبايبي تلبس هدوم المدرسة بتاعتها علشان خاطر هي كانت بتحب المدرسة جدا، وكانت دايما بتجيب الدرجات النهائية. راحت رؤى المدرسة بتاعتها، وكل زمايلها كانوا بيحبوها، وكل المعلمين بتوعها كانوا كمان بيحبوها. ففي يوم من الأيام يا حبايبي لما راحت المدرسة لقت بنت صغيرة قاعدة عمال بتعيط. قالت لها رؤى: مالك انت بتعيطي ليه؟ قالت لها: أنا دخلت الحمام، رجعت الفصل لقيته مقفول، وأنا شنطتي جواه ومش عارفة أعمل إيه، ولو روحت ماما هتزعقلي. قالت لها رؤى: ما تعيطيش، تعالي نروح أنا وإنتي للمديرة ونقول لها إن شنطتك في الفصل، وهي بإذن الله هتفتح لك الفصل وتديهالك. قالت لها: شكرا يا أنا متشكرة جدا إن انتي هتساعديني. قالت لها: عفوا. يلا بينا نروح للمديرة. راحت رؤى للمديرة هي والبنت الصغيرة. المديرة قالت لرؤى: ايه يا رؤى ده، انتي لسه ممشيتيش يا حبيبتي؟ زمان ماما مستنياكي برا. قالت لها: ايوه يا أبلة، انا ممشيتش علشان خاطر شفت سما عمال بتعيط على السلم، صعبت عليا وقلت لازم اساعدها. قالت لها المديرة: مالها سما؟ قالت لها: نست شنطتها في الفصل. هي دخلت الحمام، رجعت من الحمام لقت الفصل اتقفل والمدرسة كمان مشيت. قالت لها: ياه، ازاي الكلام ده يحصل؟ تعالي يا سما ما تعيطيش، انا هجيبلك شنطتك من الفصل. راحت رؤى هي وسما والمديرة وفتحت الأبلة الفصل وجابت لها الشنطة وادتها لها. سما فرحت جدا وقالت لرؤى: لولا مساعدتك ليا كنت زماني دلوقتي مروحة من غير الشنطة. أنا متشكرة جدا ليكي يا رؤى. المديرة كمان فرحت جدا من رؤى وشكرتها إن هي ساعدت سما. فاحنا يا حبايبي لما نلاقي أي حد محتاج مساعدة لازم نساعده من غير ما يطلب مننا. فعلا رؤى بعد كده روحت البيت مع ماما، ولما ماما عرفت إن هي ساعدت صاحبتها فرحت منها جدا وقالت لها: برافو عليكي يا رؤى، انت شطورة، انت بنتي الأمورة. قالت لها: يا حبيبتي يا ماما، أنا اتعلمت منك الحاجات دي، ولولا إن انت علمتهالي أنا ما كنتش هعملها. رجعت بعد كده رؤى دخلت أوضة النوم بتاعتها وروقتها يا حبايبي، وقلعت الهدوم بتاعة المدرسة وحطتها في الشماعة، وبعد كده حطتها في الدولاب بتاعها علشان خاطر رؤى تحب دايما تساعد مامتها، وما بترميش الشنطة على الأرض ولا بترمي هدومها كمان على السرير. لأ، رؤى بتاخدها وبتحطها في الشماعة، وبعد كده بتحطها في دولابها. وبعد كده رؤى بعد ما بتتغدى مع العيلة بتاعتها بتروح بعد كده تذاكر واجبها وتخلص المذاكرة بتاعتها وتنام بدري علشان تروح مدرستها. وتوتة توتة
خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايكات كتير كتير كتير. مع السلامة.